أهلا يا برج الجوزاء. تعالوا يلا نشوف الأمور المالية والعملية الفترة اللي جاية من يوم 10 فبراير ل آه، سوري 20 فبراير ل10 مارس. يلا بينا يا برج الجوزاء. يلا يا برج الجوزاء. بص يا برج الجوزاء، واضح ان انت شخصية متوازنة. بتعرف توازن ما بين العقل والقلب، بس القلب ساعات بتيجي على العقل بسبب القلب شوية. آم، انت في حاجة بتفكر فيها بعيدة عن العرض. انت ممكن في عرض هيجيلك، بس انت ممكن متاخدش بالك منه وممكن ترفضه. ممكن يكون بسبب شريك، بسبب ان امنيات الاخرين مؤثرين عليك. ممكن لو انتي شايفة ان ده مش هينفع عشان انتي او مش هينفع، الشريك مش موافق او زوجك مش موافق او كده، فانتي بتخلي امنيات الاخرين تأثر على امنيتك انتي. تمام. فانتي هتصدي العرض ده، على الرغم من انتي اصلا يعني حاسه ان انتي مقفول عليكي، انك محاصره، ان انتي عندك مخاوف كتير نفسك تتغلبي عليها. في حاجة معينة انتي بصلها وسايبة الماديات والعمل بقى، حاجة عايزة تكتشفيها، عايزة تبصي فيها. ممكن يكون جالك او جايلك الفترة دي، اذا ما كانش جالك اوريدي، في فلوس او شيك او علاوة او بونص او كده، بس حاجة جاتلك مرتين، حاجة مرتين ورا بعض جاتلك. آم، او جاتلك يعني. بس انت ممكن يكون العرض دوت من شريك قديم، او من شخص ممكن يكون غير مستقر عاطفيا، ممكن كانت تربطكوا بيه علاقة عاطفية. اما انت هتقدم له العرض، وانا شايفة انت هتقدم له عرض وهو هيصده. آم، بس هو ده، انت بتحاول تحل لغز حاجة بعيدا عن العمل وبعيدا عن المادة. الناس اللي هما مش هيقدموا عرض او مش هيتقدم لهم عرض من الشريك، هو اوريدي هما هيقدموا عرض لحد او هيجي لهم عرض، بس هما هيرفضوه. آم، ممكن يكون حاسس ان هو هيجيب مشاكل. انت مش فايق، انت دلوقتي عندك مشكلة او مخاوف كتير جواك، مخلياك قافل على العالم بتاعك، مش عايز تدخل حد العالم بتاعك اصلا. في ممكن في مفترق طرق، او في مرحلة في حياتك انت بتتغير من حال لحال، يعني في حاجة بتحصل، في تغييرات كبيرة في حياتك، فعشان كده هترفض العرض ده. ممكن لو من ناس تعرفهم، انت بتقطع الناس دي من حياتك، انت مش عايز اصلا تتعامل معاهم اساسا تاني، وعايز تبص لمستقبلك ولحياتك، وانت حزين ومقفول عليك ومش راضي تتفاعل اكتر من كده مع الناس دي. آم، في طاقة تالتة ان هما هيجيلهم عرض من شخصية. الشخصية دي ممكن تكون شخصية حادة الطبع، حادة اللسان. آم، لسانها طويل مثلا، واضحة صريحة جدا لدرجة ان هي ممكن تجرح اللي قدامها عادي. فممكن يكون هو ده سبب برضو الرفض، ان انت مش عايز تخش مع الشخص دوت، في سواء ست او راجل، في الدايلاما دي. بص يا برج الجوزاء، انت واضح ان انت في حسد قوي على مالك او على فلوسك الفترة دي. انت محتاج يعني تنطر الحسد دوت من عليك، او ان انت ترقي نفسك، تقرا قرآن كده، او ترقي او تشوف على حسب الديانة بقى بتعملوا ايه عشان الحسد ده يروح. وان هيبقى في تغيير ان شاء الله في القصة دي، وهيجيلك مبلغ من 5 جنيه بقى، 50,000، 5000، بس هو في رقم 5 في المبلغ ده جايلك قريب ان شاء الله. بس فقولولي طيب خلينا نشوف، هل انت المفروض تقبل العرض ده ولا لا؟ طيب هل داعم لبرجك زي انه يقبل العرض اللي جايله؟ هل داعم ليه؟ يروح على فين؟
أم، بص، هو هيبقى داعم ليك، هينور لك حاجات كتيرة. واضح ان انت الفترة دي بتعاني ماديا يا برج الجوزاء، وده بسبب ان انت حاطط كمان قيمتك في مادياتك دي حاجة، او بسبب المعاناة دي بسبب ان انت غير مقدر لذاتك. علاقتك بالمال ايكوال علاقتك بنفسك. فواضح ان في مشكلة في علاقتك بذاتك يا برج الجوزاء، انت محتاج تصلحها، فعشان كده انت بتتعرض للأزمات المادية دي. انت قافل شوية، لكن لو قبلته ده هينور لك الطريق لحاجات كتير، هينور لك طريقك شوية يا برج الجوزاء. خصوصا ان انت واضح ان انت شخصية مسؤولة، مسؤولة. انت منعزل الفترة دي أوي يا برج الجوزاء، متضايق زعلان حزين. ف آه، وممكن تكون في ناس مدية ظهرها للشريك، او متضايقين منه وزعلانين منه، او في حد في حياتهم متسلط عليهم او متحكم فيهم او كده، هم دول اللي زعلانين منه. فدي حاجة هتنور لك الطريق شوية يا برج الجوزاء. بص، هو درس ليك بتعدي بيه وهتنجح فيه يعني. آم، هو هيبقى داعم ليك، لان هو هيطلعك من الحالة اللي انت فيها دي يا برج الجوزاء. بس ف بس برضو ما تجيش على نفسك، انت واضح انك متضايق ومخنوق قوي، بس ما تجيش على نفسك يعني. المهم حاول، واضح ان في طاقة حسد قوية عليك يا برج الجوزاء الفترة دي. حاول تنطرها كده وتبتدي تفوق كده وتستقبل وتفتح قلبك عشان يجيلك يجيلك زي منح كتيرة يعني. لما قلبي يبقى مقفول يبقى انا موقف الاستقبال اصلا. تمام. هو ده اللي انت محتاج تعمله يا برج الجوزاء الفترة دي. يلا قولنا رأيكم في التعليقات، ولو محتاجين حاجة تفهموها اكتر قولولي عليها. يلا باي باي.